مرحبا جميعا، وكل عام وانتم بألف خير. شهر رمضان مبارك عليكم جميعا. إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. بهالفيديو رح نحكي عن تفاصيل تحدي رمضان المجاني. سألتوا عنه كثير الناس اللي حابة تكون ضمن المشاركين ببرنامج تحدي رمضان المجاني. بهالفيديو رح نحكي عن الآلية، طريقة الانضمام، الآلية رح نمشي عليها، والفائدة من التزامنا بتحدي شهر رمضان المجاني. بس بداية يا جماعة، اللي عم بيتابعني ولسه ما اشترك في القناة يدعمنا في الاشتراك، خلي القناة تكبر فيكم، واعملوا لنا لايك لهالفيديو. اول شيء يا جماعه، خلينا نكون عارفين انه احنا في كل رمضان بنعمل تحدي مجاني، وحتى في ايام غير رمضان الحمد لله. وفي كثير ناس من التزمت معنا، شباب وبنات، كبار سن صغار سن، فعليا شافوا فرق من التزامهم بالتمارين وبالتغذيه. آلية تحدي برنامج رمضان المجاني هو عبارة عن جروب، تمام، موجود أو مش جروب، أكثر من جروب على حسابي على الانستغرام. بتفوتوا، طبعا الروابط كلها اللي عم بحكي عنها موجودة بالوصف، سواء جروب المنزلي أو جروب الجيم للبنات وجروب الجيم للشباب، تمام. كل هاي التفاصيل بتلاقوها موجودة في الوصف، وفي التعليقات كمان بتلاقوا حط لكم الروابط حتى تنضموا عليها مباشرة، تمام. هذا الجروب، تمام، اللي بيجمع كل الناس على حسب الشخص وين اختار الجروب الخاص فيه. هناك بنزل لكم ان شاء الله بكره البرنامج الغذائي الخاص في رمضان. البرنامج الذاتي اللي رح نمشي عليه بحذافيره، رح احكي لكم عنه بالتفصيل بفيديو كامل تفصيلي لكم ان شاء الله بكره يوم الخميس قبل رمضان بيومين ان شاء الله. في نفس الجروب، تمام، راح يكون في تمارين يومية، تمارين في الجيم أو في البيت على حسب الجروب. هدفنا من التمارين، راح نقسم التمارين على جزئين: تمارين قبل الفطور بساعة وتمارين بعد الفطور. هلا أنت حر، تمام، تقدر تلعب قبل الفطور بساعة، ممكن تلعب تمرينك الكارديو تمرين المقاومة تخليه بعد الفطور بساعتين أو قبل السحور زي ما أنت بتحب. ما قدرت تلعب قبل الفطور، حبيت تودي كل تمرينك تخليه بعد الفطور، بصير تمام، انت حر بالطريقة. انا راح انزل لكم التمارين واعطيكم التوقيتات، وانت حر بتنفيذك للتمرين على حسب وقتك او على حسب حياتكم وترتيباتكم وكل هاي الامور، تمام. فهذا الجروب او الجروبات اللي موجودة راح تتضمن البرنامج الغذائي، تمام، زائد طبعا التمارين اللي راح تكون متنوعة. هدفنا نحرق دهون، نشد الجسم، نرتب الجسم، ندخل على عيد الفطر إن شاء الله وإحنا برشاقة وبصحة، تمام. نقطة مهمة يا جماعة هي الالتزام. دائما في رمضان بنواجه مشكلة إنه أول يومين ثلاثة بنلاقي التحفيز والالتزام مش طبيعي منكم. بعد 4 5 أو 6 أيام أو أسبوع بنلاقي العدد نزل تحت النص بكتير، تمام. يعني إذا كان مشارك مثلا 5000 شخص مثلا في التحدي، بعد الأسبوع الأول بصفي 100 أو 150، يعني رقم جدا جدا مخيب، تمام. في النهاية أنا عم بعطيكم برنامجكم، تمام. أنت مش مشترك ولا دافع فلوس ولا كل إشي، أنت عم يوصلك برنامجك بشكل مجاني، تمام. حبيت إنك تاخذوا البرنامج أو تاخذ البرنامج وتلتزموا فيه وتفيدوا صحتكم وتفيدوا عافيتكم، أنتوا أحرار. ما حبيتوا تلتزموا، حبيتوا تخبصوا بالاكل وتخبصوا وفوضى وحلويات وكل هاي الامور، رح يجي وقت والعيد وكل هاي الامور وتلاقوا حالكم وزنكم زايد له 5 10 كيلو، تمام، ومنظركم صار سيء، جسمكم صار سيء، الدهون زادت، الكرش طلع، الخواصر طلعت، الدهون والتجاعيد والسلوليت طلع في مكان لا حل له ساعتها، تمام. انما اذا التزمت معي او التزمتي معي في البرنامج في رمضان من اول يوم لليوم ال30، انا بضمن لكم يعني توصلوا لشكل جسم ما حلمتوا فيه، حرفيا ما حلمتوا فيه. الموضوع بده التزام. حتحكي لي ارادتي وما ارادتي، لا، انا كل اللي موفر لك اياه تمرينك، ما بتروح جيم، على عيني وعلى راسي في البيت، تمام. خصص لك مكان، تمام، والعب وشغل الفيديو تبعي والعب تمرينك فقط لا غير، والتزم بالتعليمات. الاكل اللي هعطيكم اياها بكره اللي ما راح اجوعكم فيها ولا راح احرمكم فيها، بالعكس راح اعمل لكم برنامج لطيف خفيف ومنظم لإلكم. راح تشوف بعد مش حتشوف بعد يوم ال30، بعد اول اسبوع من التزامك في رمضان راح تشوف جسمك فعليا بلش يختلف، او جسمك فعليا بلش يختلف. بعد الاسبوع الثاني والثالث والرابع الاخير في رمضان راح تدخلوا عيد الفطر وانتم فعليا 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 ما كنتوا تحلموا انكم توصلوا لهذا الجسم، بمجرد شغله صغيره واحده انكم التزمتوا. يا جماعه صحتك اهم من كل شيء، صحتك اهم من كل شيء، ما في اشي بيجي اهم بعد الصحة. احنا بصير عندنا فلاونزا، حرارة، بننام بالفراش، تمام، بنهد حيلنا، تمام.
الصحة هي الأساس. تمام، اهتموا بصحتكم اليوم عشان صحتكم تشيلكم سنين لقدام. تمام، وكل ما عليكم هو إنكم تلتزموا فقط في التعليمات. هذا الجروب اللي حكينا عنه أو الجروبات اللي حكينا عنها ما راح تكون فقط للتغذية وللتمارين، راح يكون فيها نصائح على مدار شهر رمضان. راح أكون معكم لايفات كمان أشرح لكم وأجاوب على استفساراتكم وأسئلتكم وكل هاي الأمور. تمام، بلس كمان انا حابب اعمل اشي لطيف، انه اللي حابب يبعث لي صورة الوجبة الصحية اللي هو طابخها في البيت، بعرضها عندي ستوري انستغرام سناب شات او ننزلها على جروب. تمام، ايا كان، نحفز بعض، نعلم بعض كيف نطبخ اكل صحي. كمان راح اضيفها على جروبات. ما راح اقدر اتابع بشكل شخصي مع كل حدا، المتابعة الشخصية فقط للمشتركين البرايفت اللي دافعين تكاليف اشتراكهم، فهدول بقدر انا اتابع معهم بشكل يومي، لانه هذا كل شخص على حدة له برنامج خاص فيه وله تمارين خاصة فيه. تمام، اما البرنامج العام فهو برنامج شامل، انا بحاول اني اغطي الجميع عن طريق اللايفات والنصائح والارشادات. البرنامجين طبعا مفيدين بلا ادنى شك، سواء العام او الخاص. تمام، فالفكرة يا جماعة، الفكرة انه بكرة ان شاء الله راح ينزل البرنامج الغذائي، راح تشوفوه كلكم وتسجلوا التعليمات. وابتداء من يوم السبت ان شاء الله اول يوم رمضان راح نبلش تمارين بدكم تلتزموا فيها حرفيا. ما في فكرة اول يوم وثاني يوم وبعديها انسى خلاص بكفي. انت حر او انت حرة على راحتكم. تمام، اللي بده يلتزم راح يشوف نتيجة، واللي ما بده يلتزم راح يشوف نتيجة عكسية على حاله. في النهاية انا عملت اللي علي بكون. تمام، وكل واحد حر في اللي هو اختاره لنفسه. ليش عم بحكي هذا الحكي وانا مركز عليه؟ لانه فعليا يا جماعه في كل رمضان العدد بيكون ببلش بعدد كبير، والعدد المشاركين بينزل بشكل غريب جدا مع اول 3-4 ايام من رمضان. فنلتزم يا جماعه، نخلي رمضان هذا فرصه، لانه انا كمان تمام يعني الفترة الماضية وزني زاد لأني ما كنت ملتزم كثير في الدايت. فإن شاء الله قررت أكون رمضان هذا رمضان غير، بدي ألتزم حرفيا بالتمارين وبالتغذية وكل هاي الأمور. حاب إني أغير كمان وأنحف وأضبط شوي أمور في جسمي. فهذا التحدي بيني وبينكم راح يكون إن شاء الله، حنحفز بعض ونساند بعض. تمام، لحتى نوصل لنتائج حلوة. بدي منكم تكتبوا لي في التعليقات وانكم جاهزين بقوه، جاهزين بقوه. بدي اشوف الناس اللي عن جد الابطال اللي عندي اللي جاهزين بقوه لتحدي، عشان بكره يكون عندي تحفيز قد الدنيا كلها. انزل لكم برنامج غذائي ونبلش ان شاء الله تمارين. كل عام وانتم بالف خير، نشوفكم ان شاء الله في التحدي.